والمحفوف بكثير من المخاطر والتحديات والصعاب. كلنا واعون بصعوبة المرحلة، وقد عشنا في المدة الأخيرة أزمة عاصفة بلغت أوجها يوم 6 فيفري باغتيال الشهيد شكري بالعيد بأيادي الإثم والغدر، فوجب استخلاص العبرة. وهنا أحيي السيد حمادي جبالي على شجاعته وعلى روح المسؤولية العالية التي تفاعل بها مع الأحداث وقادته إلى التخلي طوعا عن رئاسة الحكومة. وها هو السيد علي العريض يأخذ المشعل ويواجه بحكومة جديدة تحديات كبيرة على مختلف المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولو أردنا الاختصار وحوصلنا لقلنا أن المواطن يريد بسط الأمن. واغتنم هذه الفرصة لتوجيه تحية عز وشرف وإكبار إلى قواتنا الوطنية في المؤسستين الأمنية والعسكرية المرابطة على الحدود، والساهرة على حماية البلاد والعباد. المواطن يريد إعادة الاستقرار والحد من الغلاء وتحسين ظروفه الحياتية والاستجابة لمطالب المعطلين وفتح الآفاق أمامهم وتوضيح الرؤية على المستوى السياسي لإجراء الانتخابات في مناخ سليم وفي أفق نهاية هذه السنة. آمل أن يدور نقاشنا اليوم بروح عالية من المسؤولية، وأن نعطي رسالة إيجابية لشعبنا تزيل عنه المخاوف وتبدد ضبابية الرؤية، رسالة طمأنة إلى الجميع على المسار الديمقراطي في تونس التي نعمل جميعا على الوصول به إلى بر الأمان وتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة. عاشت تونس حرة أبية. والكلمة إلى السيد رئيس الحكومة، فليتقدم وليتفضل لتقديم برنامجه ولتقديم تشكيلة حكومته الجديدة. فليتفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، حضرات السادة والسيدات، أبناء شعبنا الأبي، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. أقف أمامكم اليوم لأعرض تشكيلة الحكومة الجديدة لنيل ثقتكم، ولأقدم لهذه الحكومة ببسطة أو بيان موجز حول أولوياتها وسياساتها.
لقد كلفني السيد الرئيس بتشكيل الحكومة، وسعيت جهدي خلال أيام قليلة جمعاً بين مهامي الكبيرة في وزارة الداخلية ومشاورات مستمرة بالليل والنهار مع عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية، أطلب النصح والمقترحات وأستمع إلى مختلف الملاحظات. وخلصت بعد كبير جهد وبتفاعل إيجابي خلاق مع عدد كبير من الإخوة الوزراء ومن الأحزاب إلى اقتراح تشكيلة حكومية لنيل ثقتكم. سعينا فيها إلى أن نحقق بعض الأهداف، منها هدف التحييد لوزارة السيادة أساساً، وهدف التجديد لإعطاء جرعة كبيرة أو نسبة كبيرة قدر الطاقة من التجديد، وهدف تقليص عدد الحكومة بما هم وزراء وكتاب دولة، وقد حققنا قدراً مهماً من هذا الهدف، وهدف الوضوح في العمل الجماعي وفي العمل كفريق وفي ضبط الأولويات والبرامج. وتجدون بين أيديكم في الملف الصغير الذي وزعناه عليكم البيان الذي سألخصه هنا في هذه المداخلة، وتجدون أيضاً أسماء أعضاء الحكومة ونبذة عن الجدد منهم. والحقيقة أن لنا برنامج تفصيلي في كل وزارة، وربما تحدث عليه بعض التعديلات والتدقيقات، وإن شاء الله نتمكن من مدكم به بعد شيء من الوقت من عمل الحكومة إن حظيت بثقتكم. هذه حكومة لمرحلة قصيرة، هذا هو الإطار الذي نتحدث فيه، حكومة ل9 أشهر تقريباً، لأننا عازمون على أن نبذل قصارى الجهد لينتهي عمل هذه الحكومة مع نهاية العام على أقصى تقدير. نحن شركاء مع المجلس الوطني التأسيسي ومع رئاسة الجمهورية، هذه المؤسسات الثلاث التي تشكل الحكم في تونس، والتي هي المسؤولة الأولى على النجاح، وكذا بأقدار مختلفة على الإخفاقات. نريد أن نعمل بتعاون حتى تكون هذه المدة فعلاً هي أقصر ما يمكن أن تكون ولا تتجاوز نهاية هذا العام. وأنا مستبشر بما بدأه المجلس الوطني التأسيسي من مداولات لضبط رزنامة الانتخابات والمواعيد الأساسية القادمة، ونثمن ونزكي هذا التوجه المتمثل في أن تكون في نهايات أكتوبر أو ربما في أقصى تقدير في نوفمبر، بما يجعلنا فعلا نحقق الهدف في الأماد المعقولة. في كلمتي هذه سأتناول شيئاً من وضع البلاد العام، ثم سأبسط الأمر فيما يتعلق بأولويات هذه الحكومة. تعلمون إخواني وأخواتي أن بلادنا تعيش صعوبات، وأمامها أيضاً تحديات وصعوبات، فهناك قلق عند المواطنين وعند النخب السياسية، قلق سياسي يتعلق بمدى نجاحنا في تركيز دولة القانون والمؤسسات، الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية. لقد قطعنا شوطاً مهماً في كل ما يتعلق بالحريات
حرية التعبير والتجمع والتأسيس، وهناك نمو كبير للمجتمع المدني. ولكن هذه الديمقراطية الناشئة ما زالت لم تتأسس ولم تترسخ، إذ ينقصها أم القوانين الدستور، وتنقصها المواعيد، تدقيق المواعيد، وتنقصها الانتخابات المفرزة لمؤسسات ثابتة ومستقرة. وهذا الجهد لا شك يمثل أولى الواجبات. هذا القلق الذي بدأ يساور النخبة وربما جزءاً من الشعب عن مدى نضجنا للديمقراطية بسبب ظواهر الانفلات في المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الإعلامي وغيره من المجالات، وبسبب أن المواعيد التي ضبطناها تقريبا كلها تجاوزناها حتى الآن، وما زلنا نجري وراء الدستور ووراء الانتخابات ووراء المؤسسات الدستورية الممثلة للشعب والعادلة. بلادنا تعيش أيضاً تعطيلات كثيرة لبرامج تنموية وقع ضبطها في مجلسكم الموقر عندما صادقتم على ميزانية 2013، وهناك عراقيل ذات طبيعة إدارية، ذات طبيعة عقارية، ذات طبيعة أمنية، ذات طبيعة قانونية حتى، بحيث كثير من برامج التنمية تجد صعوبات، بعضها انطلق، بعضها تقدم كثيراً، وبعضها ما زال لم يستطع الانطلاق، أحياناً حتى بسبب مشكلات عقارية ديليتيج ما بين واحد إنسان وآخر، تتأجل انطلاق منطقة صناعية أو مشروع خاص، أو خاص لتونسي، أو مشروع خاص لشخص أجنبي. أيضاً بلادنا أيضاً تعيش في ظرف إقليمي فيه كثير من الصعوبات والمخاطر، مخاطر أمنية. المنطقة اللي نعيش فيها أكثر حرية من المؤكد، ولكن أيضاً فيها أقل استقرار، وفيها أكثر فرص للعنف وحتى للإرهاب، وبلادنا ليست في مأمن من هذا العنف ومن هذا الإرهاب، سواء من خارجها أو من داخلها، والمواطنون يعيشون قلقاً من هذا وقلقاً من الانفلات الأمني. ورغم الجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة اللي تقوم بها قواتنا في المؤسسة الأمنية وفي المؤسسة العسكرية لضبط الأمن، والتضحيات الجسام على الحدود في القرى وداخل المدن، ولكن مع ذلك الشعور بنقص الأمن سائد. الجريمة ما نقصتش، قطع الطرق، عمليات السطو، إيقاف المعامل، إيقاف الشغل، كلها ظواهر يعيش المجتمع قلقاً كبيراً منها وانشغال على المستقبل. وقد لخص السيد رئيس المجلس قبل قليل هذه الانشغالات. كل هذه الأوضاع تحتم علينا أن نراعيها عندما نضبط الأولويات. والحقيقة أن نتحمل المسؤولية في مثل هذه التحديات وفي مثل هذه الظروف، والمشاركة في إدارة الحكم في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تعتبر مغامرة محفوفة بالصعوبات، وليست غنيمة أو مكسب. ولذلك وجدنا صعوبة في الاستعداد للمشاركة في تحمل كثير من المسؤوليات، ونحن نخوض هذه التجربة للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة وإرساء دعائم البناء الديمقراطي المنشود. وإن شاء الله سيلتزم أعضاء الحكومة بخدمة أهداف الثورة وتحقيق طموحات شعبنا اللي تآلف، اللي مثلت قاسم مشترك بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، واللي نادى بها الشعب
في مسيرته وفي ثورته ضد الظلم والاستبداد والتفاوت الجهوي والنهب والدمار والنيل من كرامة المواطنين. ونحب قبل ما نتحدث على أولويات هذه الحكومة في ضوء هذا الإطار اللي حددته المتمثل في صعوبات اللي تعيشها البلاد وفي الانشغالات اللي يعيشوها المواطنين وتعيشها النخب متاعه وأطرافه السياسية والاجتماعية، وفي ضوء المدة الزمنية المحدودة ب9 أشهر تقريبا، وفي ضوء إمكانيات البلاد ووقعها اللي لازم الشعب ونخبه ومؤسساته تكون واعية بها وواعية اش تنجم تتحمل البلاد هذه في مدة كيف ما هيك. قلت قبل ما نتحدث على أولويات هذه الحكومة في ضوء المعطيات اللي ذكرتها، نحب نتوجه بتحية شكر وتقدير لأخي حمادي جبالي رئيس الحكومة على كل ما بذله خلال هالعام وشهرين أو 3 من جهود على رأس هذه الحكومة التي تولت في ظروف صعبة، واللي كانت أيضاً تتصارع مع واقع وتيارات وظروف في البلاد، وقد حققت عدة نجاحات لم تلق حظها بطبيعة الحال بالقدر الكافي في الإعلام. وأتوجه بالمناسبة بنفس الشكر إلى كل زملائي من وزراء وكتاب دولة في هذه الحكومة على كل ما بذلوه، وحتى الذين سيخرجون من هذه الحكومة من المؤكد أنهم سيواصلون العمل والنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة، وأن سيستمر الاستفادة من كل طاقاتهم وخبراتهم، فمسؤوليتنا الاستفادة من كل طاقة حيث ما وجدت. إخواني الكرام، في ضوء هذه الأوضاع حددت هذه الحكومة المقترحة على جنابكم 4 أولويات كبرى، 4 عناوين كبرى. الأولوية الأولى وهي كلها بذات الأهمية، الأولوية الأولى أولوية سياسية، هي توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أفضل وأسرع الأوقات، وهي مهمة مشتركة للحكومة وللمجلس الوطني التأسيسي. وكما قلت أنا مستبشر بالرزنامة التي سندعمها وسنتفاعل معها وسنتعاون مع المجلس الوطني التأسيسي على تجسيمها في الأجزاء التي تهم الحكومة. الأولوية الثانية هي بسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ومهما كان لونه. الأولوية الثالثة هي مواصلة النهوض بالاقتصاد وبالتشغيل ومقاومة ارتفاع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين. والأولوية الرابعة هي مواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد والمحاسبة وتفعيل العفو والتشريع العام واستكمال ملف شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد. هذه العناوين ال4 اللي تمثل أولويات بالنسبة للحكومة المقترحة على جنابكم. في المجال السياسي وهي الأولوية اللي ذكرتها الأولى، نحب نأكد اللي تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشفافة في أقرب الأجال وتهيئة المناخ الملائم لإنجازها في ظروف ملائمة لتجسيم التداول السلمي على الحكم والانتقال بالبلاد إلى أفق أرحب على جميع الأصعدة. هذه المهمة ستبقى في طليعة اهتمام الحكومة الجديدة، وإن بلوغ هذه الأولوية يبقى رهين التوافق على الرزنامة التي أنتم بصدد إعدادها، والتي تؤشر إلى أن ننهي فعلا هذه المهمة
إن شاء الله في أقرب الآجال وقبل نهاية هذه السنة. وأنا أستحث وأدعو وأهيب بالمجلس التأسيسي أن يضبط هذه الرزنامة في أقرب الآجال لتوضيح الرؤية ولطمأنة المواطنين ولطمأنة الاتجاهات السياسية وكذلك المنظمات الاجتماعية، وحتى تستطيع كل مؤسسة وكل حزب أن تضبط برامجها في ضوء هذه الرزنامة. كما آمل أن يسرع المجلس في الإجراءات الكفيلة بتركيز الهيئة العليا للانتخابات والمصادقة على القانون الأساسي المنشئ للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وصياغة القانون الانتخابي، والإسراع في المصادقة على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتفعيل الهيئة التعديلية المشرفة على الإعلام، والبت في كل المسائل الحاصل فيها خلاف في هذه القضايا العالقة. وعلى قدر تشبثنا بالإسراع في التوافق على هذه الاستحقاقات والالتزام بتنفيذها، على قدر تمسكنا بتشريك كل الأطراف وتبادل الرؤى معها ومع ووجهات النظر بين جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وتشكيلات المجتمع السياسي والمجتمع المدني، واعتماد الحوار والتشاور كمنهج لإدارة البلاد وكأسلوب لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الوطنية الكبرى. ويشمل الحوار نخبنا من المفكرين والمبدعين والمثقفين الذين أؤكد بالمناسبة على أهمية دورهم في حماية مكاسب الثورة وتعميق المعاني والقيم السامية المرتبطة بها. ونحن حريصون كثيراً على حماية الإبداع والمبدعين ودعم مناخات الإنتاج الثقافي في كنف الحرية المحفزة لطاقات الإبداع والتميز. بناء وتكريس دولة مدنية ديمقراطية مشروع توغلت فيه تونس وتحقق منه الكثير وما زال منه الكثير. ومن المؤكد أن قيمة الحرية هي أهم مكسب تحقق بنسبة جيدة على الأقل في المجال السياسي والثقافي، لأن الاستبداد ينجم يكون من السلطة وقد كان، وينجم أيضا يكون داخل المجتمع، ينجم يكون من فئة، ينجم يكون من طبقة، ينجم يكون أيضا بسبب الجهل. وهذا جهد ثقافي وتربوي وتكويني قدامنا لازمنا نواصلوه. قيمة الحرية اللي احنا معتزين بها واللي تقريبا هي أعلى قيمة وأثمن قيمة عندنا، وهالموقع والأهمية اللي عند الحرية ما صارت هيك إلا على خاطرها عبر التاريخ خزنت كل نضالات الشعوب لفك الاستعباد، من العبودية للإسكلافاج، للتحرر من الاستعمار، للتحرر من التخلف، للتحرر من الاستبداد، للتحرر من الفقر إلى آخره. ولذلك هذه القيمة تبقى دائما في اتجاه التوسع en expansion، والمفترض فيه والمتوقع والمأمول أنه فعلا يقع تنظيم هذه الحرية لتبقى دائما في هذا الاتجاه. غير أنه رغم قيمتها هذه الحرية يمكن أحيانا أن يساء استعمالها، وبالتالي يقع التفصي من الالتزامات أو من الأخلاقيات، أو باسم الحرية ربما نصل إلى الفوضى. ولذلك لا بد لمؤسساتنا من الانتباه إلى هذه الزوايا. أيها السادة والسيدات، إن بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق، وهذا هو
وهذه هي الأولوية الثانية في عمل الحكومة. فالأمن والاستقرار شرطان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار وحماية المجتمع، وإننا عازمون على تحمل أعباء الأمانة التي كلفنا بها بكل ما أوتينا من روح المسؤولية، وفي مقدمتها حفظ أمن البلاد والعباد والمحافظة على الأموال والممتلكات باعتبارها شرطاً جوهرياً لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة وشفافة والمرور بالبلاد نحو آفاق سياسية واقتصادية واجتماعية أرحب وأفضل. فهو شرط الإعمار وشرط الاستقرار وشرط السياحة وشرط الفلاحة وشرط سائر المناشط الاقتصادية. وسنجتهد لفرض احترام سيادة القانون وصون هيبة الدولة ضد كل التجاوزات وحرمتها وهيبتها ضد كل التجاوزات والانتهاكات مهما كان مأتاها ومهما كان لونها. وعلى قدر وعينا بأهمية التحديات وحجم المخاطر التي تحدق بالبلاد في هذا الظرف بالذات، لا سيما بعد حادثة الاغتيال الأليم الذي استهدف المناضل شكري بالعيد ومن ورائه التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، هذه الحادثة التي ما زالت وحدات الأمن مجندة لفك كل من ساهم فيها وكل من يقف وراءها، وقد خطت وحدات الأمن خطوات مهمة على هذا الطريق وأوقفت عدداً من المورطين في هذه القضية، وما زال البعض لم يقع إيقافه. وبالمناسبة لا صحة لما تم تداوله هنا أو هناك في هذه الدورية أو تلك أو في هذه المؤسسة الإعلامية أو تلك من أن القاتل اللي هو محل تفتيش قد وقع القبض عليه لا في تونس لا في الجزائر. وحتى وزير الداخلية الجزائري بنفسه، ولنا علاقات وثيقة مع الإخوة في الجزائر وتعاون كبير في مجالات الإرهاب ومجالات الحماية المدنية غيرها من المجالات الاقتصادية الاجتماعية، أكد بأنه لا مسكوا شخص ولا سلموا شخص ولا عندهم معرفة، وبالتالي ماذا بينا ما يقعش بث تلبيس على الناس أو بث أشياء. المصدر في تقديري المصدران الكفيلان بإنارة الرأي العام في هذا الموضوع هي المؤسسة، هي الفرقة المتعاهدة بالبحث على المورطين وعلى من يقف وراءهم، وكذا السيد القاضي المتعاهد بالموضوع. إنه لا يفوتني بهذه المناسبة وفي هذا الإطار أن أجدد من هذا المنبر التنديد الشديد بكل أشكال العنف المادي واللفظي، وعزم الحكومة الراسخ على ردع كل الانتهاكات وملاحقة مقترفيها أفراداً كانوا أو تنظيمات، وتقديمهم للمحاكمة فرضاً لسيادة القانون وصونا لهيبة الدولة وحرمتها. وأملي من الجميع أن يساعدوا على ذلك وأن يعينوا وحدات الأمن والجيش بالانضباط والتعاون معهم على مكافحة شتى أنواع الجريمة. سيداتي سادتي، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الموروثة من سنة 2011 والمتمثلة أساساً في نسبة نمو سلبي ونسبة بطالة عالية في حدود 18.9%، وبالرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي لا سيما منطقة اليورو، فقد حققت الحكومة السابقة اللي ما زالت على كل حال نسبة نمو بلغت 3.6%، كما توفقت إلى تخفيض نسبة البطالة إلى حدود 16.7%، مما أسهم في استعادة اقتصادنا لجزء كبير من حيويته. وفي هذا الإطار ستجتهد الحكومة في دعم هذا التحسن الذي شهده اقتصادنا الوطني خلال سنة 2012 وتعزيزه بما يمكننا من تحقيق أهداف ميزانية سنة 2013 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلسكم الموقر.
لا سيما وأن بعض المؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى المبادلات التجارية مع الخارج إلى موفى شهر جانفي 2013 والمتمثلة في تقلص العجز بما نسبته 24% تدعونا أو تجعلنا نتفاءل بمستقبل اقتصادنا الوطني وقدرته على مواصلة التعافي، خاصة إذا ما تم التقدم على مستوى الاستحقاقات السياسية والأمنية، ونحن على ثقة من تحقيق ذلك بتضافر جهود مختلف المؤسسات وبتضافر جهود شعبنا الوفي أيضاً. أما على مستوى المالية العمومية فإن التحكم في نسبة عجز الميزانية ونسبة التداين في حدود معقولة يحتم علينا تحقيق معادلة صعبة بين ندرة مواردنا وحجم تعهداتنا وحرصنا على مواصلة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية للدولة. وفي هذا الإطار فإن من التوجهات المالية الملحة لهذه الحكومة على المدى القصير تحسين استخلاص الموارد الذاتية للدولة، سواء كانت جبائية أو غير جبائية، وهو ما يقتضي الرفع من نجاعة منظومة الرقابة الجبائية والديوانية، فضلاً عن مزيد ضمان نجاعة وشفافية التصرف في الأموال والمكاسب المتأتية من المصادرة. أيها السادة والسيدات، إن من أولويات الحكومة كذلك المضي قدماً في النهوض بالتنمية الجهوية قصد التقليص من الفوارق التي كرسها النظام السابق بين الجهات، ونحن عازمون على تجاوز الصعوبات التي شهدها إنجاز ميزانية 2012 والتي أعاقت سرعة التقدم نسق التقدم في تنفيذ بعض المشاريع العمومية، وبالتالي أعاقت التقدم في تنفيذ ميزانية التنمية لهذه السنة والمقدرة ب5,500 مليون دينار. وفي هذا الإطار ستحرص الحكومة على المتابعة الدورية لتقدم المشاريع العمومية مع السادة الوزراء والولاة وتذليل العراقيل أمام إنجازها، والعراقيل كما قلت زيادة على العراقيل الأمنية، ثم عراقيل عقارية، ثم عراقيل إدارية، ثم عراقيل قانونية، وأحياناً عراقيل متاع تمويل، نقص في التمويل. لكن العدد الأكبر من المشاريع لا يشكو من مشكلة التمويل. لا شك أن البطالة معضلة وطنية تستدعي معالجتها وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، قوامها تدعيم تعافي الاقتصاد الوطني والرفع من نسق الاستثمار وإعادة هيكلة مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار ودعماً للجهود التي تم بذلها خلال سنة 2012 والتي مكنت من التقليص من نسبة البطالة ب2.2% ليستقر بذلك مؤشر البطالة في حدود 16.7%، سنعمل على أن نسرع من نسق إحداثات الشغل في القطاعين العام والخاص لتبلغ هذه السنة حوالي 90,000 موطن شغل، من بينها 23,000 موطن شغل بالقطاع العمومي. كما ستحرص الحكومة على إنجاز برامج التأهيل والإدماج والانطلاق في تجسيم البرامج الخصوصية التي أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني. أيها السادة والسيدات، ستثابر الحكومة كذلك في إطار برنامج أولوياتها في تنفيذ البرامج الرامية إلى مقاومة الفقر على غرار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وتخصيص 1250 موطن شغل لفائدة العائلات التي لا يشتغل أي فرد منها، بالإضافة إلى تكثيف الجهود من أجل مواصلة برنامج المشاريع الصغرى لفائدة الأسر الفقيرة، وخاصة الأسر التي تمثل المرأة عائلها الوحيد، بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني، هذا إلى جانب التقدم في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف مكوناته. واعتباراً للدور الذي يلعبه الحوار الاجتماعي في إرساء مناخ يتسم بالاستقرار،
كشرط من شروط إنجاح الفترة المتبقية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، تتعهد الحكومة بتفعيل العقد الاجتماعي وتكثيف الحوار والتشاور مع المنظمات الوطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحين، وتأمل وتتوقع من منظماتنا الوطنية دعم السلم الاجتماعي والاستقرار حتى نحقق الأهداف جماعياً إن شاء الله. حضرات السادة والسيدات، على صعيد الأسعار وارتفاعها المشط، فالحكومة عازمة وبتضافر جهود جميع المتدخلين على التصدي لهذا الارتفاع الذي أنهك المواطنين ولا سيما ضعاف الحال، وسنعمل في إطار ما سيسمح به القانون، وأخذاً برأي اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار، على تحديد أسعار بعض المواد التي شهدت ارتفاعاً مشطاً، وتأمين التزويد المنتظم للأسواق ولو باللجوء إلى التوريد، وتكثيف الرقابة الاقتصادية والأمنية المشتركة بهدف السيطرة على التضخم، واتخاذ كل الإجراءات والقرارات لمقاومة الاحتكار وتطويق ظاهرة التهريب، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الأعلى لحماية المستهلك الذي يضم إضافة إلى الإدارة كلاً من اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك وغيرها من المتدخلين. سيداتي سادتي، إن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات لا تسمح قطعاً باستكمال كل الإصلاحات الجوهرية الضرورية في بعض القطاعات، إلا أننا ومن منطلق وعينا بأهمية وحساسية هذه الإصلاحات سنعمل على مواصلة الجهود التي شرعت فيها الحكومة السابقة، مؤكدين في هذا الصدد اعتماد المنهج التشاركي الواسع في تحديد الاتجاهات الكبرى لمشاريع الإصلاح، ومن ضمنها الإصلاحات التي انطلقت في المنظومة الأمنية في مستوى إصلاحات هيكلية بدأ فيها وتوغلنا فيها، إصلاحات تشريعية بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين ستطرح على أنظاركم، إصلاحات في البنى الأساسية، إصلاحات في رسالة الأمن وفي التكوين والتدريب إلى آخر المجالات. كذلك ما بدأ دفع، سنواصل دفع الإصلاحات في المنظومة القضائية والسجنية، في المنظومة الإدارية، في المنظومة البنكية والجبائية، في الصحة والشؤون الاجتماعية، وكذلك في الاستثمار، وهناك مجلة جديدة للاستثمار بصدد الإعداد. وفي كل هذه المجالات وهذه القطاعات سنواصل دفع هذه الإصلاحات. إخواني أخواتي، إن تونس الجديدة تشق طريقها لبناء دولتها الديمقراطية الموسومة بالوسطية والاعتدال، الحريصة على صون سيادتها واستقلال قرارها الوطني، الملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية، العاملة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة خدمة للمصالح المشتركة وإعلاء لقيم السلم والتعاون في العالم ونصرة لقضايا العدل والإنصاف. وفي هذا الإطار سندعم تشابك التعاون والتكامل مع محيطنا المغاربي خدمة للاتحاد المغاربي ومع محيطنا العربي والإسلامي، كما سندعم علاقاتنا المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ودوله ومع كل الدول الصديقة في إفريقيا وأمريكا، ولا سيما تلك الداعمة للثورة التونسية. وقبل الختام أريد تأكيد معنيين: الأول أن تونس تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تماسك كل القوى الحية الممثلة للمشهد الوطني، حكومة ومعارضة، فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني وإعلامي،
وإلى التحلي بروح المسؤولية ونهج التوافق ومنطق الحوار البناء لتجاوز الصعوبات وضبط التوازن بين التطلعات المشروعة، الأهداف المشروعة والإصلاحات التي لا تحتمل التغيير. كلنا بلا استثناء مسؤولون ومؤتمنون على إنجاح الفترة المتبقية من مسار الانتقال الديمقراطي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. إن بلادنا بحاجة إلى العمل والإنتاج والعلم والتكنولوجيا. لا يمكن بدون العمل والعلم والمثابرة أن نحجز لأنفسنا ولأجيالنا موقعاً بين الأمم والشعوب. لا بد أن نعي جميعاً أن الهوية وحدها لا تصمد طويلاً أمام الحضارات ومع الفقر والبطالة والتخلف، بل مآلها إلى أن تصبح تراثاً كبقية التراث، وربما فلكلوراً كما أراد لها البعض. كما أن العمران المادي والإنتاج المادي بدون هوية لا يصمد كثيراً أمام قوى الضم والإدماج وتذويب الخصوصيات، وبالتالي لا بد من الجمع الدائم بين الهوية المتجددة والتنمية الاقتصادية والعلم والتكنولوجيا حتى نستطيع أن نبقى واقفين. إخواني أخواتي، أجدد تأكيد هذه الحكومة أنها حكومة كل التونسيين والتونسيات، وأنها ستعمل وتتصرف على هذا الأساس، وأرجو لها بعد الحصول على ثقتكم النجاح في مختلف هذه الأولويات، كما أجدد لكم التمنيات بالنجاح في ضبط المواعيد السياسية الكبرى، ولبلدنا بتحقيق أهداف ثورته ثورة الحرية والكرامة، ولشعبنا بالأمن والتقدم والوحدة حول أهداف الثورة وحول مؤسسات الدولة. والله أسأل أن يعيننا على تحقيق إشعاع تونس في عيون أبنائها وفي عيون الآخرين، وأن يجعلنا ممن يقدرون الأمانة حق قدرها. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.